طب ونجيبوه منين يسوع عشان يضيع الخوف؟ إن كان الخوف ده مرض من أمراض الموت. الإنجيل بيعلمنا كان التلاميذ مجتمعين بسبب الخوف، كانوا مجتمعين من أجل الخوف من اليهود. انت عارف حتى التعبير العادي ده اللي يقول لك فلان ده ميت من الخوف، فدول كانوا في حالة خوف. فالموت في الواقع مش بيجي من بره، الموت جوه. فالخوف موت لأنه قلة إيمان ونسيهم وعود المسيح وكلامه في الكتب، زي ما قال زي عمواس اللي كانوا ماشيين بيتطرقوا في الطريق، قال لهم أيها الغبيان والبطيئة القلوب. فدخل المسيح عشان يقوم الناس الميتة دي جوه العلية. فدخل ربنا وقف في وسطهم وأراهم يديه ورجليه جراحاته، يعني علامات الصليب، وقال بس كده سلام ليكم. أول ما قال سلام ليكم، الرد الفعل على طول يقول لك كده ففرح تلاميذ من حزن وخوف لفرح. راح الخوف. هذه أيام في اختبار الإنسان ديت اسمها أيام، يعني طلع من مخك نهائيا أن القيامة حكاية أن الناس تقوم من القبور. يوم القيامة اللي بتتكلم عليه كل الديانات. احنا بنتكلم عن موضوع ثاني بعيد خالص خالص. احنا بنتكلم عن القيامة كاختبار شخصي في حياة المسيح. احيانا نتوقع ان ربنا يدخل من الباب المفتوح، ديت مش القيامة. قال ده يدخل والابواب مغلقة. هو عاوز يقول كده ربنا. لما التلاميذ وصلوا لدرجة من اليأس والفشل والابواب مغلقة، دخل المسيح والابواب مغلقة. ده موضوع هو عمق اختبار القيامة. عشان كده يا اخوتي لا تعرف المسيحية اليأس او الفشل، تعرفوش ابدا ابدا. ايه اقصى درجات الليل؟ ايه اقصى درجات القسوة من العالم؟ الموت. اذا كان الموت ده هو اخر حدود يعني اليأس والفشل، خلاص واحد بيطلع في الروح. ايه الامل اللي ليه؟ هنا يبتدي يعمل ربنا اللي هي القيامة من الاموات. عشان كده المسيحي دايما قلبه مليان بالرجاء وبالقيامة، قلبه مليان بالقيامة. يسوع يقول انا هو القيامة